منتاليتي بالعربي يعني عقليه، يعني لاعب عنده عقل بيحكم عقله في كل شيء ودايما بيرمي لقدام. يعني اللاعب اللي ما عندوش عقليه بالنسبه له الكوره ساعتين التمرين وساعتين المباراه، وال 22 ساعه اللي متبقيين ده كده انا مش لاعب كوره. ده اللاعب اللي ما عندوش عقليه. اللاعب اللي عنده عقليه هو اللاعب اللي عنده 24 ساعه كوره. انت بتدخل النوم للكوره لصالح الكوره. انا مثلا ما عنديش عقليه، خلاص بنام الساعه 2 بالليل بصحى الساعه 12 الظهر، واحده 2 3 العصر، لان النوم مش في صالح الكوره. اللاعب اللي عنده عقليه بيحطها في صالح الكوره، بيشوف جوده النوم وبينام ازاي. يعني عندك 9 ساعات وبينامهم من امتى لامتى. بيجي بقى للتدريبات. اللاعب اللي ما عندوش عقليه بياخد ساعتين التمرين وبيجري عاوز يلحق صحابه على الكافيه. اللاعب اللي عنده عقليه بيخلص ساعتين التمرين بيروح يتمرن، بيشتغل على النواقص. هتلاقي ان تدريباته مش ساعتين. اللي عنده عقليه بيتمرن حوالي في اليوم 5 6 ساعات. تالت حاجه بتعمل ايه في يومك؟ بتاكل وبتشرب. اللاعب اللي ما عندوش عقليه هياكل زي البني ادم الطبيعي عادي اللي هو بيشتغل اي حاجه. الاكل بقى ملوش اي لازمه، بدون نظام، مواعيد متلخبطه، اكل غلط، اكل مش هيفيدك. لكن اللاعب اللي عنده عقليه اكله بيبقى لصالح الكوره، بيحطه في نظام غذائي في اكيد بعد ده كله في ساعات فراغ. اللاعب بقى اللي ما عندوش عقليه هيعمل ايه في الساعات الثانيه بقى؟ يا بيبقى في الكافيهات بيسهر، يا مسك التليفون. اللاعب بقى اللي عنده عقليه بيعمل ايه؟ بيمسك كتاب، بيطور ذاته، بيطور ذاته من الناحيه العقليه. انا راجل متفتح. انت بتتكلم مع لاعب اللي عنده عقليه بتحسه بروفيسير، مش لاعب ما بيعرفش يتكلم. حتى تلاقي ان لعيبه اوروبا في المؤتمرات الصحفيه بتعرف تتكلم، صح، وفي المقابلات اللي ما بعد المباريات بيعرفوا يتكلموا. المنتاليتي. طب اللاعب عندنا ده ما ده طب بيتكلم اساسا بلهجه انت ما تفهمهاش، والحمد لله وبسم الله ما تفهمهاش. في تطوير الذات بيطور ذاته، ازاي يتعامل مع الفلوس اللي معاه، ازاي بيتعامل مع الشهره. ده منتاليتي. لان اللعيبه اللي ما عندهاش منتاليتي انا مشهور، انا معايا فلوس، فبيستخدمها في الحاجات الغلط.